الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بقدرته وأفاض عليهم من نعمته، فله الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها من بعده إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وهو يفرض على العباد الركن الخامس من أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ونقرأ في الكتاب الكريم أيضا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول سبحانه أيضا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ويرجع الحاج كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: يرجع الحاج إذا لم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور، حديث آخر: الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. إذن حديثنا عن الحج بعد أداء فريضة الحج. وهل الحديث عن الحج بعد أداء الفريضة مهم أو له أثر أو له علاقة بالواقع؟ أقول إن معظم عمار المساجد اليوم هم الشيوخ والكبار، ومعظم هؤلاء قد حج فعلا وأدى هذه الفريضة وهذا الركن، ولكن نجد أن المجتمع، العلاقات، الأخلاقيات والسلوكيات لا يظهر فيها أثر هذا الحج ولا فهم طبيعة هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، لأنه إذا كثر حجاج بيت الله الحرام في المجتمع وتواجدهم فيه، فالأصل هو أن يرتقي المجتمع إلى الأفضل لا أن ينحدر. ونجد تغييرا مستمرا من جيل إلى جيل نحو ما هو أرقى وما هو أتقى وما هو أنقى. إذن لا بد من الحديث للحجاج وعن الحج من زوايا محددة يستشعر فيها من حج بالفعل وهو موجود الآن أو عائد إلينا من الحج، أو من هم في منى الآن. أقول إن الحج في أصله ومحوره هو رحلة متكاملة للإنسان إلى الدار الآخرة، غير أن الفرق ما بين رحلتك إلى الآخرة بموتك ورحلتك إلى الدار الآخرة وأنت حي في دنياك، الفرق هو شيء واحد، هو أنك في رحلة الآخرة
تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول الحق تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ الذي تتمناه من رجوعك. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تركت كثير من الأعمال الصالحة وفعلت كثير من الذنوب. كلا إنها كلمة هو قائلها، كلمة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أما في رحلتك في الحج فعندما تعود وتقول يا رب قد أدركت معاني الحج ومقاصده، وأنك أردت مني أن أذهب إلى بيتك وأنقطع تماما عن دنياي، حتى أنني أطلب تغيير كل شيء في وكل ما يتعلق بي ظاهرا وباطنا له ارتباط بدنياي ومعيشتي. أنا صادق في الرغبة في تغييره، حتى إنك تغير ملابسك وزيك وتنقطع عن ديارك وزمانك في زمان مخصوص ومكان مخصوص آخر باختيار الله لك. إذن أنت صادق في التغيير. نعم، أنا صادق في التغيير. فطالما أنت صادق في التغيير فلا تغيير حقيقي في دنياك إلا إذا اتجهت إلى حياة أخرى، والحياة الأخرى عند الله هي الآخرة، إما عمل دنيا أو عمل أخرى. فإن قضيت زمانك بعمل الأخرى فأنت في الآخرة حقيقة، وإذا قضيت وقتك في أعمال الدنيا ومشاغلها فأنت في الدنيا حقيقة. الحج يأتي ليدلل على صدق نيتك في أنك تريد التغيير حقيقة لحياة أخرى. والفارق بين رغبتك في الحج أو انتقالك بالموت هو أن الموت لا رجعة منه لتعمل صالحا. أما في الحج فتقول رب ارجعون إلى دنياي، إلى معيشتي، إلى علاقاتي، إلى سلوكياتي، إلى تصوراتي. فيقول لك ربك ارجع يا عبدي إلى وطنك، إلى بلدك، إلى مجتمعك، إلى أسرتك، لننظر أتعمل صالحا فيما تركت أم لا. إذن قضية هذا الركن في الأساس مبنية على صدق رغبة من يتوجه إلى الحج، صدق رغبته في أن يتغير. والله عز وجل وضع قانونا في كتابه فقال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم في جميع المجالات حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن قانون الله عز وجل في تغيير الواقع للأفضل، سواء هذا الواقع على مستواك الشخصي أو أنت وأسرتك أو أنت مجتمعك أو أنت وبلدك أو أنت والعالم بأسره، مبني على هذه القاعدة. لأن الله عز وجل خلق الوجود كله من أجلك، من أجلي، نعم، وسخره لك، نعم. ألم تقرأ قوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الله الذي خلق الموت والحياة، لماذا؟ ليبلوكم أنتم أيكم أحسن عملا. إذن القضية هنا هي مبدأ التغيير. أنت صادق، ولكن هل يمكن أن تكون صادقا في تغيير نفسك ليغير الله ما بك؟ فتريد التحول من بيتك إلى بيت الله لتلتقي بربك هناك؟
دون أن تكون عارفا به، دون أن تقف وقفة قبل الدخول إليه في حرمه، تقف وقفة لتتعرف على صفاته، صفات جماله وكماله وجلاله، أم أنك تقتحم بيته وأنت لم تستحضر بعد عظمته وإجلاله وكماله وجماله، لم تستدعيه في خاطرك وفي تصورك، فكيف تدخل عليه وهو الإله ملك الملوك رب العالمين؟ إن موازينك في الدنيا عندما تريد أن تقابل شخصية هامة تتجهز لها تعد لها، وأي معلومة ستأتيك عنها تهتم بها حتى تدخل عليه مقدرا له، تعطيه حقه بما عنده من صفات، فما بالك بأنك تريد أن تدخل على الملك سبحانه دون أن تستحضر كل هذه المعاني؟ يا رب أنا أريد أن أتغير وتركت بلدي من أجلك، ولكن يا عبدي أهيئك أولا بوقفة قبل الدخول إلى الحرم، هي وقفة عرفات. كل همك وكل شغلك الشاغل كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تذكر ربك وتثني عليه وتذكر صفاته، تذكره بالتوحيد. يوم عرفة ما الشغل فيه؟ الشغل فيه هو الوقوف والانقطاع التام لذكر الله وشكره والتعرف عليه والثناء عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم طلعت عليه الشمس أفضل من يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن أفضل شيء في عرفة هو الذكر والثناء والتعرف على الله عز وجل. لماذا؟ لأنك تقف في الحل. يعني ايه في الحل؟ يعني عرفة ومكان عرفة ليس في الحرم أساسا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، يعني الركن الأعظم في الحج هو الوقوف بعرفة. يا ربنا لماذا لم تجعل عرفة وهي الركن الأعظم في الحج داخل حدود حرمك؟ لأن المعنى هو أن تقف لتتعرف قبل أن تدخل، لأن حرم الله دخول بيته. كيف تدخل إلى بيت الملك دون أن تتعرف عليه خارج البيت وخارج الحرم؟ إذا نفهم هذه الإشارات حتى تستحضر عظمة وجلال من تريد الدخول إلى بيته. أنت أردت التغيير؟ نعم، وقبلت أن تقف على عرفة لتستحضر كل معاني التعرف على الله عز وجل؟ نعم، وكنت صادق. أنا أتحدث عن الصادقين. نعم. طيب، بقي لك شيء آخر. قبل أن يأذن لك ربك والملك في الدخول إليه وإلى بيته الذي وضعه باختياره هو سبحانه، ما هو هذا الشيء؟ أنا صادق في رغبتي في التغيير، وكنت صادقا في الوقوف على عرفة، فتعرفت عليك يا ربي واستحضرت كل صفات جلالك وجمالك وكمالك. فما الذي بقي؟ بقي أن هناك عدو لك يقف ما بين معرفتك بالله وما بين الدخول إليه وإلى بيته، إلى تقربك منه. أنا تعرفت أريد القرب، يقف عدو لك حائل يضع لك العقبات ما بين موقف التعرف على الله وبين موقف الدخول إلى بيته. يقف لك في منى، فلن تمر للدخول إلا إذا قطعت هذه العوائق وتخطيتها وحاربت عدوك وسددت كل منافذ الشر التي يريدها منك،
لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، فكيف تتقرب من الطيب وكلك خبث وشيطانك يمسك بك وأنت معاق عن الوصول؟ فتأتي يوم العيد الجمرة الأولى ورمي جمرة العقبة ب7 حصيات جهزها النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، وأخذها من مزدلفة التي بت فيها. ولماذا 7 حصيات؟ لأن الطريق بينك وبين ربك فيه 7 ثغرات ينفذ إليك منها الشيطان ويتسلل إليك منها، لا ثامن لها ولا أقل من 7، لا 6 ولا 8. أول عائق يقف بين الإنسان وبين ربه ويأتي الشيطان منه هو إنكار وجوده. إن الإنسان يقول لا إله، ملاحدة. فتأتي الجمرة الأولى وتقول للشيطان: أنا آت من عرفة فقد عرفت بوجوده وعظمته، فكيف توسوس لي أن ألحد أو أن أكفر به؟ لا يمكن. وترمي الحصوة الأولى أو الجمرة الأولى، لا يتركك، هناك منافذ باقية. يأتيك فيقول: سلمت لك أن هناك إله، ولكن من قال لك إن الإله واحد؟ إنهم آلهة متعددة، فاشرك بالله، خذ معك أيضا كذا وكذا، سواء بقى كذا وكذا من هؤلاء الآلهة الذين تتعبد لهم. ممكن يكون الشرك باتباعك لهوى نفسك. أشرك بالله بأن أتبع هواي ولا أتبع منهج الله ولا منهج رسوله، أخالف السنة فأتبع هواي في أمر من الأمور، أكون عندئذ في هذا الموقف قد أشركت بالله. اسمع، قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه ماذا؟ هواه. إذن هذا لون من الشرك، بل أكثر من هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما في مسند الإمام أحمد بن حنبل من حديث معاذ بن جبل: إن يسير الرياء شرك. يسير الرياء، ما هو الرياء؟ هو أن تعمل العمل المطلوب منك أن تخلصه لوجه الله، ترائي به الناس، تريد أن تصرف وجوه الناس إليك ليقولوا عنك إنك مصلي، إنك مزكي، إنك جواد، إنك كريم، وقد قيل ادفعوا به إلى النار. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم جهنم 3 ومنهم جواد منفق كريم. يقول: يا رب أنا تصدقت فيك وأنفقت. يقول: لا، إنك فعلت ذلك ليقال جواد كريم في الدنيا وقد قيل، خدت جزاءك منهم. فيأتيك الشيطان من باب الشرك. أنت قد عرفت في عرفة وأنت نويت من البداية التغيير، وأخاطبك كرجل صادق: هل تترك الشيطان يعوق طريقك في هذه اللحظة، أم أن معك حصاة أخرى وسلاح آخر تطلقه عليه فترمي الشيطان به؟ فتقول لنفسك: سأقطع علي هذا الباب وهذه الثغرة التي تعوق دخولي على الملك. هذه الثانية. أيتركك؟ لا، إنه يأتيك من الباب آخر، ربما يكون محبب إلى نفسك، يقول لك: يا فلان، أنت تؤمن بالله عز وجل ولا تشرك به شيئا، فلماذا لا تقف عند هذا الحد؟ لماذا تقف عند هذا الحد من عبادتك لربك الذي لا تشرك به شيئا؟ هل أنت مثل النبي صلى الله عليه وسلم
كان يصوم ويفطر، يتزوج النساء، يقوم ويرقد، مثل الصحابة الثلاثة الذين ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فلما أخبرتهم السيدة عائشة بعبادة النبي في بيته كأنهم تقالوها يعني إيه؟ قالوا إيه العبادة دي؟ ده احنا كنا متصورين النبي عليه الصلاة والسلام يعني طول الليل قائم، طول النهار صائم، ما بيستمتعش بأي متعة حلال. هم يظنون هكذا، فقالوا وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ذنبه ما تقدم وتأخر. يعني النبي عبادته قليلة لأن ضامن، يعني غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أما نحن فلا. فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر أبدا. الثاني يقول وأنا أقوم الليل كله ولا أرقد. الثالث يقول وأنا لا أتزوج النساء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فغضب غضب شديد، خرج إلى الناس على المنبر: أيها الناس، إني أخشاكم لله، لا أحد يزايد علي وعلى عبادتي ويدعي أنني أعتمد على مغفرة ذنوبي، لا، أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما الذي كان يريده هؤلاء الصحابة؟ كانوا يريدون ابتداعا في الدين، يبتدعون من عند عقولهم وأهوائهم ويعتقدون أشياء على غير ما أراد الله ولا رسوله، ظن خاطئ، من أجله أرادوا الزيادة في العبادة مخالفين للسنة. إذن يأتيك الشيطان من الباب الثالث وهو البدعة، فتقف له بالمرصاد: والله لن أسمح لهذا العائق أن يعوقني عن الدخول إلى بيت الملك في الحرم. هل يتركك؟ لا 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 لا، وراك عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يقول لك: أنت أيها الإنسان الذي عرف ربه، موحد وغير مشرك، تؤمن بالله ولا تبتدع شيئا بل تسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ فما يعني المانع من إن إذا زينت لك كبيرة من الكبائر والإنسان ضعيف، يعني وربك غفور رحيم، افعلها، وبعدين تدعي وتبرر لنفسك إنك يعني ضعيف، والله يعني لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيأتيك من باب الكبائر فتقذفه أيضا بجمرة أخرى. صعبت عليك الكبائر قوي، لأن الله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. عظيم. سآتيك من هذا الباب. الشيطان يوسوس: أنا مجتنب للكبائر، فلا أزني فلا أسرق فلا من الأمور المتعارف عليها أنها كبيرة من الكبائر، توعد الله عز وجل فاعلها بجهنم أو بالعذاب الأليم أو العذاب العظيم. كل هذه الأمور معدودة من الكبائر، ولكن الله عز وجل يتجاوز عن الصغائر، فيأتيك الشيطان من باب الصغائر أيضا، فيقول لك: لا مانع من كذا وكذا وكذا، أمور صغيرة. يعني تكره الزنا ولا تقبله لأنه كبيرة، ولكن ما لا مانع من الكلام والحديث واللمس وكذا وكذا، استمتاع. ثم تزين لنفسك والشيطان يأتيك من هذا الباب: إنها صغائر يا رجل، لا مانع. فيزين لك هذا الباب أيضا، فتقول: كيف أستقيم مع الصغائر وأنا أعلم أنها ذنوب يكرهها الله، وأنا ما زلت آت من عرفة؟
التي وقفت عليها، فتأخذ الجمرة الأخرى والخامسة وتقذفه بها. يقول لك: أنت أرهقت الشيطان أو أرهقت نفسك. تؤمن بالله ولا تشرك به، ولا تبتدع، ولا تأتي كبائر، ولا تأتي صغائر. ماذا بقي كثغرة ينفذ إليك منها الشيطان؟ بقي الوقت، الزمن. يقول لك إن الله عز وجل أباح أشياء وتركها لك تفعل فيها كيفما شئت، فلماذا تشغل وقتك كله بالأوامر والنواهي والطاعات والقربات وكذا؟ أعط لنفسك راحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ذلك: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن النفس تمل. فعندما يأتيك من هذا الباب يفتحه لك من هذا المفتاح أو بهذا المفتاح وهذا المدخل، فبدلا من أن تروح نفسك وقلبك ساعة وساعة، تفتح المجال للراحة والمباحات معظم اليوم، في لعب مباح، في لهو مباح، في سمر مباح، في كلام مباح. يضيع الوقت دون أن تستثمره أفضل استثمار. تجلس بالساعات الطويلة تتفرج على شيء، ما أكثر الموبايلات والتلفزيونات والمشاهدات، مشاهدات اللعب، مشاهدات كذا. كل هذا من عمرك، لأنك ولدت أصلا لتموت. طالما كانت لك بداية إذا لك نهاية، والوقت يمر شئت أم أبيت. فيأتيك الشيطان ليقول لك: لا تستثمر الوقت فيما يفيدك من زاد الآخرة، بل قض معظم وقتك في المباحات. سيأتيك رجل يقول لك: لا تشغل الوقت بالمباحات. تقول له: هو أنا أفعل صغيرة؟ لا. أفعل كبيرة؟ لا. هل أنا لا أشرك بالله؟ لا. هل أنا مبتدع؟ لا. اتركني والمباح. يقول لك: نعم نعم أتركك والمباح، ولكن القليل منه، لمجرد أن تروح عن نفسك دقائق معدودة أو ساعة محدودة، لا أن تقضي طول يومك هكذا في المباح، وأمامك دار أخرى يجب أن تجهزها لرحيلك. فعندما يأتيك الشيطان تقول: لا لا لا، لن أكثر من المباح ولن أضيع وقتي، فتغلق هذه الثغرة أيضا. ماذا بقي؟ بقي الأمر الأخير والثغرة الأخيرة التي ممكن أن ينفذ منها الشيطان بعد أن قرب من اليأس منك. يقول لك: خلاص، تريد أن تشغل وقتك كله في استثمار للآخرة؟ تزودوا فإن خير الزاد التقوى. على الأقل عندما يتبين لك أمر من الخير وهناك أمر آخر أفضل منه، فانشغل بالفاضل عن الأفضل. انشغل بالفاضل عن الأفضل. أنا لا أمرك هنا بمعصية يوسوس لك الشيطان، أنا لا أقول لك معصية ولا حتى تنشغل بمباح، بل أمرك بالانشغال بطاعة. ولكن إذا وازنت بين الطاعات التي يمكن أن تقضي فيها وقتك ستجد طاعة أفضل من طاعة، وعمل أفضل من عمل. فيأتيك الشيطان ليحرفك عن العمل الأفضل والاستثمار الأمثل ليشغلك باستثمار أقل. كل ذلك من عداوته لك. يشتغل على هذه النفسية بهذه الكيفية، فتأتيه بالجمرة السابعة لترميه. ليس بعد هذا الأمر ولا بعد هذه الثغرات ثغرات أخرى. عندما تقوم بذلك وقد فهمت حقيقة رمي الجمرات، عندئذ تكون مؤهلا
لأن يقربك ربك فتدخل إلى بيته خاليا من كل عقبة وشائبة لأنك سددت منافذه جميعا، ثم تعرفت عليه فتحليت بالمعرفة به سبحانه، وأنت من البداية قد نويت نية صالحة في أن تغير ما بنفسك حتى يغيرك الله عز وجل. أيها الحاج الذي يجلس ويستمع، اعلم أن رحلتك الحقيقية بدأت من هذه اللحظة بفهم هذه الحقائق الثلاث في الحج. تغيير يبدأ من رغبة صادقة عندك، وقوف لتتعرف على ربك وعظمته وجلاله وجماله وكماله، ثم قطع كل العوائق والعقبات وتخطيها بهزم الشيطان وهزم نفسك. عندئذ وعندئذ فقط يقول لك ربك: مرحبا بعبدي، ادخل إلى بيتي وسأعطيك فرصة أخرى للعودة إلى منزلك لتستأنف حياة جديدة. يشعر المجتمع كله من حولك بأنك تغيرت وأصبحت عنصرا فاعلا ترتقي بنفسك وبأسرتك وبأمتك وبالعالم بأسره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هل من الممكن أن تفعل ذلك أنت الآن حتى ولو لم تحج؟ نعم، لأنها معاني عامة. انوي التغيير من هذه اللحظة. اخرج من هذا البيت، وهذا بيت الله عز وجل، إلى الحياة الدنيا بأن تقطع كل العوائق التي تعوق طريقك أمام الوصول إلى الله عز وجل. بهذه الكيفية نكون فعلا صادقين راغبين حقا في تغيير أنفسنا وتغيير مجتمعنا نحو الأفضل والأرقى والأتقى والأنقى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. توبوا إلى الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، أجمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا وأرشدنا إليه وأمرنا به. وأجمعوا أيضا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك من شر إلا وحذرنا منه ونهانا عنه. فلا عذر لأحد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فكما أننا علمنا هذه الحقيقة وعلمها الصحابة وساروا على وفقها ومنهجها، يجب أن تعلم أن الله قد أقام عليك الحجة وقطع عنك كل الأعذار، لأنك من أمة النبي الخاتم المختار صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علمت فهل عملت؟ علمت فهل عملت؟ مرة أخرى، علمت فهل عملت؟ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات